بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح مع بعض ازاي نغير الشكل او القالب او الثيم بتاع الويب سايت بتاعك. طبعا لو احنا عملنا مشاهدة كده هنلاقي ان في ثيم باي ديفولت او قالب باي ديفولت او شكل باي ديفولت بينزل على الستور بتاعك، لكن انت عندك اوبشن ان انت تغير هذا الشكل. بالاضافة كمان ان احنا هنشرح النهاردة ازاي ان احنا نعدل الشكل بتاع الهوم بيج او الصفحه الرئيسيه، وازاي بقى نلعب في الاقسام دي ونغير الصور دي ونغير الاقسام دي تحت بعضها ونحط ايه ونشيل ايه. هنقعد طبعا نلعب مع بعض زي ما احنا عايزين. طيب، اول حاجه احنا عايزين نغير ال القالب، فبنروح على الاعدادات من هنا. طبعا هنشرح كل الاعدادات دي في فيديوهات لاحقه فما تقلقش، احنا بس واخدينها كده ايه واحده واحده. وهننزل هنا في الاعدادات دي على اعدادات المظهر، وهنلاقي في هنا حاجه اسمها الثيمات. الثيمات اللي هي السيمز او القوالب او القوالب اللي موجوده باي ديفولت على ايزي اوردر. ايزي اوردر باي ديفولت عنده 1 2 3 4 5 6 سيمز مجانيين، وعنده 2 مش مجانيين. عنده واحد اسمه شاين وواحد اسمه كلير، كلاهما ب $49. يعني بتكلم برضه في 2000 ونص، يعني رقم مش ضخم اطلاقا الحقيقه. لو انت عايز تعمل حاجه مختلفه طبعا يعني. لكن لو انت لسه مبتدئ وكده لا، طبعا انصحك انك تستعمل اي ثيم مجاني من دول، عشان يعني انت بس لسه بتحط رجلك وبتجرب حاجات كتير في الاول. لكن لو حد داخل يعمل ويب سايت واو وبراند وحاجه ضخمه وكده، لازم يكون مميز شويه. طبعا عدد الناس اللي شاريه الثيم ده قليله، وبالتالي هيكون شكل الويب سايت بتاعك نوعا ما مميز ومختلف عن بقيه الناس اللي في السوق. طيب، تقدر تعمل معاينه طبعا لواحد واحد من دول. تكليك كده على معاينه عشان تشوف شكل الويب سايت من بره او من جوه شكله عامل ازاي. تعال مثلا نعمل معاينه لكل الحاجات الفري مثلا. فده مثلا اول سيم اسمه لاكسفاي، بيطلع كده في الاول بانر عباره عن صورتين كبار بيتحركوا. بعدين الاقسام عباره عن كاروسيل بتتحرك كده يمين وشمال، حلو جدا. وبعدين شكل المنتجات بيظهر كده بهذا الحجم. طبعا انت هتلاقي الاختلافات الاساسيه بين كل السيمز وبعضها هو الشكل الخارجي. يعني حجم الصور هنا، حجم الكاتيجوريز هنا. ممكن تلاقي مثلا سيم تاني الاقسام دي صور صغيره مثلا قد كده مثلا بس وصغيرين كده. ده مثلا بيعتمد على حجم الصور الكبير، انه بيعرض المنتج بشكل ضخم في بانر كبير في النص. وبعدين تاني منتجات صورها كبيره. فتمام، ده ظريف جدا بالنسبه لي، اسمه لاكسفاي. نيو ثيم ده بيعتمد على اللي بيدي كده ظل اسود لكل حاجه في السوق في الويب سايت. يعني من بره كده شكل المنتجات بيكون متحدد كده ومعمول له زي باك جراوند كده او ظل باللون الاسود. لو دخلت جوه اي منتج برضو هتلاقي كل الصور معمول لها ظل من جوه معموله باللون الاصفر مع اللون الاسود. يعني بيكون الشكل كله مضلل بهذا الشكل. ده اسمه ديفولت سيم. ده بيكون الشكل بتاعه، الكاتيجوريز هنا، وبعدين المنتجات بتظهر بهذا الشكل. بتطلع كده بيبقى فيها شويه افكت كده ان هو يعني ما اعرفش هنا في افكت ولا لا، بسيط بيعمل يعني اظهار كده وخلاص. لكن هنا في حركه كده المنتج نفسه بيتحركها. يعني هتلاقي اختلافات كلها بسيطه بين السيمز وبعضها. انت طبعا تحاول انت تفنن وتختار الشكل الانسب ليك. ده هو ماشي. ده نشوف الهوم بيج كده عامل ازاي. ده اسمه فاستلي تقريبا. فين فاستي او فاستلي. ده بيطلع بقى ايه، يعني شكل المنتجات كده في وشك على طول. برضو حاسه ظريف الحقيقه، برضو عنده اكتر من شكل لعرض المنتجات. في هنا حته كده بعضها عباره عن جدول كده، وبعدين هنا في عباره عن منتج كبير قوي وقصاده الناحيه التانيه اربعه، وبعدين هنا في زي كاروسيل تقعد تقلب فيها المنتجات. ظريف جدا الحقيقه، حلو جدا بصراحه. ده كمان برضو نفس القصه. بيعرض مثلا مجموعه من اللاندنج بيجز بقى مثلا، يعني بيعرضها كده كانها، يعني بيعرض كل منتج كده شبكه كانه لاندنج بيج، او يعني كانها منتجات محطوطه تحت بعضها كده او جنب بعضها. تمام. ايه تاني؟ خلاص ده الويب سايت بتاعنا. فيعني مثلا والله من ضمن كل ده والله ممكن مثلا اختار اول واحد مثلا اللي هو لاكسفاي، او طبعا زي ما قلت لك اختار اللي انت حابه واللي انت عايزه. فبتروح هنا مثلا بقى على الثيم اللي عجبك وتقول له تفعيل. فيعني تعالى كده نقفل معلش. ده شكل الويب سايت الحالي بتاعنا. اسف، تعالى نعمل مشاهده. ده شكل الويب سايت الحالي بتاعنا.
طبعا لسه هنلعب في الهوم بيج، ولكن تعالى نعمل تفعيل للاكسفاي واقول له تاكيد ونروح كده نعمل ريفرش، هيبقى الشكل اختلف شويه. طبعا مش هيظهر الا لما تحط كونتنت، تحط محتوى، تحط صور وبرودكتس وتملى الويب سايت بتاعك، فيبدا ايه يظهر معاك بشكل افضل من كده. طيب ازاي بقى نعدل الرئيسيه نفسها؟ هتيجي هنا برضو من الاعدادات وتنزل تحت على تعديل الصفحه الرئيسيه. ده طبعا الشكل الجديد لتعديل الصفحه الرئيسيه، فانا بشرح لك اخر ابديت حاصل من ايزي اوردرز، كان لحد فتره قريبه جدا كان الشكل مختلف تماما عن كده. هنا بيفتح لك بقى ايه؟ بيفتح لك بيلدر او يعني صفحه بناء عندك فيها شويه مكونات على الجنب تقدر تسحبها. بص تسحب وتحط كده وتشيل وتحط دي وتشيل يعني مثلا حطيت دي تقدر ان انت زي ما قلنا تنزلها تحت، تنزلها تحت، تطلعها فوق، تعمل اللي انت عايزه. انا عايز دي تبقى فوق او مطلعها فوق كده تتقلب هي فوق وهكذا. اقدر اعمل لها دوبليكيت، اقدر الغيها لو انا ضفت حاجه بالغلط، وكمان اقدر اعدل في السيتنجز بتاعتها ان هو اغير بقى المحتوى بتاع كل قسم من ده. هتلاقي الموضوع كتير شبه عمل اللاندنج بيج بنفس الكونسبت بالظبط. فيعني لو انت شفت الفيديو اللي فات وفاكره هتلاقيني كنا بشرح تقريبا نفس المنظر، بس مع اختلاف ان ده ببني لاندنج بيج صفحه داخليه جوه صفحه المنتج، او هنا ببني الهوم بيج نفسها بنفس الكونسبت. في مجموعه من البلوكات تقدر تضيفها وتعدل في كل بلوك وتغير المحتوى اللي جواه، تغير الصور وتغير الكلام اللي مكتوب جوه. فهنا في شريط الصور الرئيسي ده مثلا لو ضفناه، تعالى مثلا ندلت كده. تعالى بص انا هعمل كده هوبا 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 هوبا، انا كده ما عنديش هوم بيج. انا عملت حفظ التغييرات وقلت له ريفرش، انا ما عنديش هوم بيج اصلا ما عنديش رئيسيه. حلو جدا، نبني على نظافه، يلا بينا. اول واحد عندك حاجه اسمها شريط الصور الرئيسي، ده بيبقى شريط صور وعروض متحركه للاقسام الرئيسيه. يعني ممكن نبدا بيه كده، نحطه هنا كده، ده بيعرض لك صوره او اتنين او تلاته، ده بيبقى زي سلايدرز او حاجه كده متحركه بيغير الصور كل شويه. طبعا هو هنا مرفوع فيه صوره واحده فعمال يقلب فيها، لكن احنا نقدر ان احنا نغير الصور دي ونضيف صور مختلفه. طيب اسف ضغطت بالغلط. نروح على السيتنجز، فهنا بيفتح لك التعديل بتاع السلايدر ده. هل انت عايز تشوف المنظر بتاعه على البي سي ولا على الموبايل زي ما انت تحب؟ طيب تمام، تعالى كده نعدل على البي سي، مش هتفرق على الموبايل مش مشكله. ممكن اعمل استبدال الصوره، ممكن اعمل اضافه صوره، وممكن اعمل الوجهه بتاعتها. طيب ايه الكلام ده؟ استبدال الصور ان انا هروح ارفع صوره مختلفه. طبعا انا بس يعني ما عنديش صور، هفترض ان انا هرفع الصوره دي وليكن يعني كنت بستعملها في السلايدز اللي كنا شغالين بيها يعني. ما تيجوا نشوف. فبتغير الصوره من هنا تمام، وممكن اعمل كمان صوره. هفترض ان انا هرفع كمان صوره، لان الطبيعي ان انت يكون عندك اكتر من صوره تقدر. طبعا انت هتصمم صور خاصه بيك انت عشان يبقى الموضوع شكله حلو وشيك يعني. عايز اجيب مثلا صوره تكون بالعرض شويه، مثلا ده كان صوره كده بودكاست كنت رافعه عندي على اليوتيوب ماشي. ممكن نعمل صوره كمان تالته، اقول له برضو استبدال الصوره. يعني مثلا الصوره دي ولكن كنت شغال عليها من فتره، فتمام خلاص كده احنا رفعنا 3 صور هو بيقلب فيهم. طيب اقدر ان انا اضيف صوره كمان، اقدر ان انا اغير الصوره لو رفعتها مش بشكل مش مظبوط، وكمان اقدر ان انا اضيف لها وجهه. يعني ايه وجهه؟ يعني تبقى كليكابل، تبقى قابله للنقر بالعربي، يعني اضغط عليها توديني على حاجه. فممكن تستعمل ده ازاي؟ انك تبقى عامل مثلا 3 ديزاينات. الديزاين الاولاني مثلا بيقول والله ده بيست مسلم جادجتس، ده دي اجهزه الكترونيه مثلا او حاجات منتجات الاسلاميه مثلا، يعني سبحه الكترونيه وخاتم ذكر وحاجات زي مثلا يعني. فممكن يبقى ده مثلا بيوديك على كاتيجوري، فاروح هنا اقول له هات لي ده اللي يضغط على دي يا باشا يروح على منتج معين، او يروح على فئه معينه، او يروح على صفحه معينه. اقدر احط له منتج معين يروح عليه. مثلا انا كاني عامل اعلان للمنتج ده على الهوم بيج. وصل حديثا الينا المنتج ده، واو ده عليه الطلب دلوقتي مثلا. او يبقى الكاتيجوري معينه مثلا زي ده كده، والله ده مثلا صوره بتقول ان دي مثلا مسلم جادجتس او اجهزه
اسلاميه مثلا، فاقول له مثلا والله وديها على الفئات، ويختار لي بقى كاتيجوري او قسم من الاقسام اللي انا عندي. فمثلا والله هوديه على المحافظ وليكن. طبعا انا بقول اي كلام دلوقتي بس بشرح لك الكونسبت نفسه. وممكن مثلا اخلي الصفحه دي تروح على المنتجات، هيظهر لي هنا طبعا المنتجات، هوديه مثلا على المنتج ده. وممكن اخلي الصفحه الاولانيه ديت بدون وجهه. كده احنا خلصنا. اقول له تعديل. كده ده شكل الويب سايت او شكل اول سلايد بار عندي بهذا المنظر. ممكن اعمل معاينه، ففي نفس الصفحه بيفتح لي شكل الويب سايت. وممكن اعمل حفظ التغييرات واروح كده ارفرش هنا فبيظهر لي الشكل. طبعا حاول تخلي الصور مقاسها كله مظبوط. شايف الماوس عامل ازاي كليكابل. شايف دي برضو الماوس عامل ازاي كليكابل. الاولانيه مش هتلاقيه كليكابل، هتلاقيه ماوس عادي. بص اهو ماوس عادي اهو. لما بضغط سوري، لما بضغط كده مفيش حاجه. اضغط هنا هيوديني على الكاتيجوري اللي اسمه محافظ. نعمل باك. اضغط هنا هيوديني على المنتج اللي كان اسمه ترينج محير، اللي احنا عملنا له لاندنج بيج في الفيديو اللي فات. طيب كده احنا عملنا ايه؟ كده احنا عملنا اول سلايد او اول قسم في الهوم بيج. ارجع تاني وضع التحرير من هنا وارجع تاني للمنظر ده. ممكن يظهر هنا ايه؟ ممكن يظهر هنا لافته فئات اللي هي الكاتيجوريز او الاقسام. المنتجات المميزه تعرض منتجات معينه. قائمه منتجات تعرض برضو منتجات معينه. شبكه منتجات التلاته دول بيعرضوا منتجات ولكن باشكال مختلفه. تعال نبدا بواحده واحده فيهم وخلي دول بعد شويه. مثلا نيجي نسحب هنا المنتجات المميزه. اسف. فبدا يقول لي طيب انت عايز تعرض منتجات من انهي كاتيجوري؟ فمثلا والله انا عايز اعرض من الترنجات الرجالي. طب انت عايز تسمي ده ايه؟ مثلا الاكثر مبيعا، واقول له تعديل. فكده هيظهر كلمه اسمها الاكثر مبيعا وفيها المنتجات اللي معروضه من القسم اللي اسمه ترنجات رجالي. طيب لو عرضنا قائمه المنتجات، او تعال نغير الاول. تعال مثلا نسحب لافته. ما انت عايز الهوم بيج يبقى عندك فيها ايه؟ صور، منتجات، صوره، منتجات، صور. اللافته دي عباره عن صوره واحده بس. في الغالب بنستعملها بقى في ايه؟ دي بنستعملها في مثلا اقول له مثلا خد ديسكاونت كذا لو انت عميل مجاني، لو انت عميل اول مره تتعامل معانا. احنا عندنا شحن. يعني بتقول له معلومه من المعلومات اللي انت عايز تقولها له، مش بقى مجرد واجهه في الاول وخلاص. لا، بتحاول تقول له حاجه. فاروح هنا برضو على السيتنجز وابدا نفس المنظر اغير الصوره، بس هي صوره واحده بس. مش هتلاقي هنا اوبشن اسمه اضافه صوره خلاص، لان هو ده عباره عن لافته واحده بس كده بتطلع بالعرض. فبرضو اروح استبدل الصوره واقول له تعديل يبقى نفس الكلام. طيب وبعدين تعال نسحب قائمه المنتجات مثلا. فبرضو هنا بيقول لي طيب انت عايز تسحب منتجات من انهي كاتيجوري؟ انا ما عنديش منتجات حاليا غير في الترنجات الرجالي، فمعلش هسحب نفس الكاتيجوري او نفس القسم بنفس المنتجات. طبعا انا بشرح لك الكونسبت بس، وانت طبعا هتفنن زي ما انت عايز وانت بتعمل الهوم بيج بتاعتك. طبعا انا ارشح ان انت تكون ضفت المنتجات كلها الاول وبعدين تروح تعمل الهوم بيج، مش العكس. لان لما بيكون عندك منتجات بتعرف تشكل عليها شكل الهوم بيج. لكن لو انت ما عندكش منتجات هتلاقي الهوم بيج عندك كده فاضيه، مش عارف تشوف شكلها النهائي عامل ازاي. فمثلا نقول له هنا افضل ترنجات رجالي لصيف 2025 مثلا، وهيعرض له هنا المنتجات بتاعه هذا القسم. هيعرض له المنتجات بس الشكل تمام. وبعدين ممكن نقول له مثلا شبكه المنتجات نجرب شكلها عامل ازاي. برضه نفس المنظر بالظبط. هو يعني الايتم ده او البلوك ده والبلوك ده والبلوك ده كلهم بيعرضوا منتجات، بس هتلاقي طريقه عرضهم مختلفه، شكلها مختلف. فمثلا برضو هعرض للاسف نفس الكاتيجوري ما عنديش غيرها، وبرضو هكتب هنا جمله تانية مثلا. هفترض بقى ان ده قسم مختلف مثلا، ف احدث احذيه الرجال مثلا، يعني هفترض وتعديل. خلصنا من كل الكلام ده. عملت الهوم بيج بتاعتي. اقول له حفظ التغييرات مثلا او اقول له معاينه زي ما انا عايز. تعالى نعمل باك ونقول له ريفرش. ده بقى شكل الويب سايت الاكثر مبيعا. بعدين في بانر كده بالعرض، وبعدين في منتجات طالعه كده، وبعدين في منتجات طالعه كده. كل واحد بيعرضها بالشكل الايه المختلف. تعالى نعمل كنترول شيفت ام ونشوف شكلها عامل على الموبايل ازاي. ادي الهوم بيج بتاعتنا، ادي السلايدر اللي بيقلب، وبعدين هيلاقي الاكثر مبيعا فيها منتجات، وبعدين بانر بالعرض، وبعدين افضل المنتجات، وبعدين احدث الاحذيه. تمام كده. طبعا بنكون خلصنا شكل الويب سايت. طبعا زي ما بقول لك كل ما
يبقى عندك منتجات اكتر في الاول، كل ما تعرف تظبط الشكل بتاع الويب سايت بناء على شكل المنتجات اللي عندك. تعالى بقى ممكن دلوقتي بعد ما غيرنا الهوم بيج ممكن دلوقتي نغير السيمات ونشوف شكلها عامل ازاي. مثلا ممكن نجرب البروتال ده، نقول تفعيل تأكيد، نعمل ريفرش كده، هتلاقي الشكل اختلف بشكل مختلف بشكل كبير. الحقيقة بقى فيه حاجة كده مختلفة، بستظرفه والله، ظريف، نوت باد يعني. وده شكل الويب سايت من جوه، ده شكل المنتج من جوه، تمام. فبرضه تاني يبقى انا الترتيب الصح بالنسبه لي ايه؟ ان انا احط منتجات الاول، ثم اظبط الهوم بيج، ثم اروح بقى العب في السمات واشوف الشكل النهائي للسين بيبقى عامل ازاي لما استعمل المنتجات دي. مثلا تعالى نعمل تفعيل لفاستي، نطلع على الهوم بيج كده، نعمل ريفرش، ادي فاستي شكله برضو مختلف، تمام. وبكده يبقى احنا النهارده عملنا ايه؟ عملنا غيرنا الهوم بيج وغيرنا الثيم. كده انت الموضوع وصلك ان شاء الله بنسبه 100%. تابع معايا الفيديو القادم ان شاء الله. اشوفك على الف خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.